السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة. معي أنا عمار الصالحي. عقدة مجلس محافظة كركوك والحكومة الإدارية في محافظة كركوك مستمرة مع الأيام رغم انعقاد الجلسة يوم الخميس الماضي، إلا أنها لم تكن لتشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك. هناك اجتماعات، هناك حوارات، هناك ترقبات، هناك دعوة من رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني للأطراف في محافظة كركوك للتوصل لتوافق حول انعقاد الجلسة وتقسيم المناصب الإدارية في محافظة كركوك. يجب على الجميع أن يأخذ استحقاقهم الانتخابي، وأيضا عدم تغييب المكونات في محافظة كركوك. كل هذه المحاور والطروحات والاستفسارات سوف أطرحها على ضيفي في الاستوديو: السيد قحطان الونداوي مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية، حياك الله وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا في برنامج بصراحة. شكرا جزيلا. وأيضا السيد جمال شكور النائب السابق عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، حياك الله سيد جمال وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا في برنامج بصراحة. خليني أبدي وياك سيد قحطان. انعقاد مجلس محافظة كركوك، هناك كتل متحالفة، الجبهة التركمانية أو التركمان مع العرب، بالمقابل الاتحاد الوطني الكردستاني. نرى أو نلمس بأن الجبهة التركمانية أو حتى منصب المحافظ بعيد عن المطالب التركمانية. هناك صراع حول منصب المحافظ ما بين العرب وما بين الاتحاد، وكأنما نشعر لا وجود لطموح للتركمان لمنصب المحافظ. بداية أقدم شكري لقناتكم الموقرة على استضافتنا في هذا البرنامج، كما أحيي مشاهدينا الكرام. التعقيد السياسي والإداري في كركوك مرت منذ 21 عاما، والانتخابات الأخيرة أيضا تولدت نتائج لم يستطع أحد الكتل السياسية الفائزة بتشكيل الحكومة المحلية في كركوك، وتطلب الأمر بتشكيل تحالفات سياسية بين الكتل السياسية الفائزة. نحن كجبهة التركمانية العراقية نطمح على تشكيل حكومة محلية يضم جميع الكتل السياسية الفائزة، لذا بادرنا منذ اليوم الأول بطرح رؤية تركمانية ومقترح تركماني. بعد دراستنا المستفيضة للنتائج الانتخابات كانت لدينا مقترح واضح، وهو أن تكون التدوير في المناصب العليا بين القوميات الرئيسية الثلاثة في كركوك، وهو منصب المحافظ ورئيس المجلس ونائب المحافظ. أما عن شكل التحالفات، لحد الآن لا يوجد أي تحالف رسمي موقع مع أي كتلة سياسية، لكن هناك وجهات نظر متقاربة حول المشروع التركماني الذي قدمناه كجبهة تركمانية العراقية. لدينا لقاءات عديدة مع الأخوة في قيادية الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والأخوة في الكتل السياسية العربية. لحد الآن للأسف الشديد لم يستطع الكتل السياسية تشكيل هذه الحكومة المحلية، وقد مرت علينا 7 أشهر، لكن حاليا هناك تقارب في وجهات النظر حول دعم المشروع التركماني من الأخوة، من أغلبية الأخوة الأعضاء في المجلس العربي، وكذلك هناك تقارب في وجهات النظر مع الحزب الديمقراطي. لحد الآن لا يوجد تجاوب من الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني للمشروع التركماني والفكرة التركمانية. كركوك يتطلب من الجميع التعاون والتضحية، لأن الأواصر الثقافية والاجتماعية والعلاقات المتزامنة عبر التاريخ بين المكونات في كركوك يتطلب من الجميع التعاون والاتفاق والتقارب لتشكيل حكومة محلية. وكركوك تستاهل هذه التضحية وهذه التنازل للعبور ببر الأمان، خاصة أن محافظة كركوك منذ 2005 لم تشهد انتخابات محلية، والجميع الشارع الكركوكي ينتظر بأن نتائج الانتخابات تكون مثمرة، ذهب وبقوة وحازت على المرتبة الأولى في المشاركة بالانتخابات، فبالتالي يستحق شعب محافظة كركوك أن تتبلور وتخرج بحكومة محلية. سوف أعود إليك من جديد عذرا سيد قحطان، لكن ذكرت نقطة مهمة
حول الاتحاد الوطني الكردستاني، خليني أنقلها للسيد جمال. سيد جمال، عدم التجاوب من قبل الاتحاد الوطني كما ذكر السيد قحطان فيما يخص المكون التركماني، ما تعليقك على ذلك؟ يعني رغم يقول السيد قحطان هناك تجاوب أكثر من بقية الكتل، لكن هناك تجاوب قليل من قبل الاتحاد الوطني مع مطالب الجبهة التركمانية العراقية. شكرا لكم، تحياتي للمشاهدين وترحيبي لضيفكم الكريم أستاذ قحطان. حياك الله. طبعا أنا أريد أبدأ ب مقولة للسيد مام جلال الله يرحمه. السيد مام جلال يشبه كركوك بشدد ورد. شدد الورد يعني كل المكونات. يعني دائما في الاستماعات أتذكر السيد مام جلال يوصينا نحن نكون علاقتنا بمكونات كركوك كافة علاقة طيبة، وبالأخص المكون التركماني. يعني هو كان من أولويات مهامه في كركوك التركمان. يعني فأنا أتعجب، يعني ما أعرف، يعني يحتاج إلى مزيد من الحوارات. يعني نعم. يحتاج إلى مزيد من الحوارات والتوصل إلى النتيجة. يعني نحن كاتحاد الوطني الكردستاني ليس لدينا أي تحفظ مع أي المكونات. نريد حكومة شراكة حقيقية وطنية، ويدخل فيها جميع مكونات كركوك. وهدفنا هدف الاتحاد الوطني الكردستاني توصيل الخدمات للمواطنين. يعني نحن مع الأسف يعني كركوك ما يقارب 7 أشهر لحد الآن لم يتم تشكيل إدارة كركوك. فيعني يوم مثمر يوم الخميس كان أول جلسة للمجلس المحافظة بالنسبة لكركوكيين، يعني كخطوة أولى لفتح الانسداد السياسي والإداري اللي موجود في كركوك. يعني مفتاح أقدر أقول يعني يوم مثمر بالنسبة للكركوكيين، وإن شاء الله خلال هاي الشهر نحن نتمنى أن يزيد الحوارات مع كافة الكتل السياسية في كركوك والتوصل إلى حل بحيث يرضى الجميع، ولا نحن لا نريد تهميش أي مكون من مكونات. نعم سيد جمال، عقب لي على نقطة عذر المقاطعة حول انسحاب كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني لوهلة من الزمن من الجلسة لحين أن تكون الجلسة علنية. نعم. ما الفكرة من هذا الموضوع؟ هل ماذا شعر نواب الاتحاد الوطني أعضاء مجلس محافظة كركوك؟ طبعا الصبح أنا كنت موجود معهم. كثير من الكتل السياسية شفناهم قبل ما يقررون أنه الجلسة المفتوحة والمغلقة. نعم. فأكثرية يعني أقدر أقول يعني قسم من الكتل السياسية كان لديهم نفس رأي الاتحاد الوطني الكردستاني بعد مهلة من الزمن، يعني تليفونات أو مشاورات. ف يعني قالوا راح نسوي الجلسة مغلقة. نعم. فاحنا نخشى بأن بيصير كان لدينا معلومات بأنه يوجد يعني مؤامرة أو شيء، يعني وبالأخص يعني حقيقة كانت موجودة. ما أعرف يعني بعلم جميع المكونات أو بعلم جميع القوائم أو بعضهم. فنحن لدينا تحفظ على هذا. يعني لا يوجد فرق بين الجلسة المفتوحة والجلسة المغلقة، ومع هذا يعني بالحوارات توصلنا إلى حل في النهاية وعقدت الجلسة. فكان لدينا يعني تحفظ على هذا الموضوع، وخشينا بأن يوجد يعني مؤامرة أو تشكيل تحالف ضد الاتحاد الوطني الكردستاني. فتدري يعني الاتحاد الوطني الكردستاني لديه 5 مقاعد، يعني أكبر الكتل الموجود في كركوك وأكثر الأصوات في اتحاد الوطني. يعني لدينا حق بأنه نقوم يعني بمشاورات مع بقية الكتل. يعني هسه الآن يعني لا يوجد مثلا أنت تقول المكون التركماني أو المكون يعني أكو في المكون الكردي مع هاي التحالف، وأكو مع المكون العربي وبقية مثلا المسيحي مع الآخر. فإحنا هاي الحل يعني كحل وسط لكي نتوصل إلى حل ملائم لإدارة كركوك، لتشكيل إدارة كركوك. فهاي الشهر يعني بمجال مثلا الجبهة التركمانية وكذلك الكتل العربية وبقية الكتل. نعم. سوف يعني بالحوارات نحل المشكلة. فهذا يعني
مفتاح جيد لحل المشاكل في كركوك. نعم، إذن الحوارات سيد قحطان مهمة، اللقاءات، الاجتماعات، فتح أبواب اللقاءات هي من سوف تثمر وتقرب وجهات النظر. تحفظات لديكم كما ذكرت على بعض المواقف قد تكون من قبل الاتحاد الوطني، تشعرون أنكم أقرب إلى الديمقراطي أو حتى إلى الكتلة العربية. لماذا لا تكونون مع الاتحاد الوطني الكردستاني أو تزيلون هذه العقبات، كونه في كثير من اللقاءات والحوارات دائما ما تقول الجبهة التركمانية أنهم قريبين إلى فكر الاتحاد الوطني الكردستاني. أيضا الاتحاد الوطني الكردستاني هو الفائز الأول في كركوك، فبالتالي قد يكون المنصب أو المناصب للتركمان أكثر ووزنها يكون أكبر مع الاتحاد الوطني الكردستاني دون غيرها. لا يفوتني أن أؤكد على النقطة التي تحدثت بها في الشق الأول من الحديث، وهو منصب المحافظ. نعم، أنا أؤكد أن التركمان يطالبون بهذا المنصب، وطرحناه في جميع اللقاءات والتشاورية سواء كانت برعاية رئيس الوزراء أو مع الكتل السياسية الفائزة. منصب المحافظ هو حق قومي للتركمان في هذه المحافظة. في 18 محافظة في العراق ليس هناك شخصية تركمانية، حتى في الأقليم لا يوجد شخصية تركمانية يستلم منصب المحافظ. فنحن نرى هذا غبن كبير بحق هذا المكون الأصيل والقومية الثالثة في العراق. أما إن في موضوع التقارب مع الكتل السياسية العربية أو البارتي أو اليكتي، نحن على مسافة واحدة من الجميع. كانت لدينا مشروع وفكرة تم طرحها لجميع الكتل السياسية في كركوك، لكن هناك جهة اقتربت وتباحثت ووافقت على هذا المشروع، وهناك جهة لم توافق. يعني هذا لا يعني بأننا قريبين من هذا الحزب على حساب حزب آخر. نحن نرى أن هذا الوضع الحساس وكركوك مثل ما تحدث السيد النائب، هناك أزمة ثقة. أنا أقولها بالصراحة والإعلام، هناك أزمة ثقة بين الكتل السياسية سواء كانت التركمانية والعربية والكردية مع بعضهم. يحتاج هذا الوقت للتكاتف والتضامن والتضحية من أجل بعضنا الآخر. نعم، الجلسات التشاورية والتفاوضية من الممكن أن يكون لها دور كبير في تقليل هذه المشاكل وفقدان الثقة التي يعيشها. من الممكن أن نعيد هذا الثقة، لكن ستعيد الثقة عندما نرى نية صافية من المقابل لحل هذا الإشكال. هناك حزب فاز ب5 مقاعد، هناك حزب فاز بمقعدين أو 3. من الممكن أن يكون هذا الحزب له منصب المحافظ لمدة 2 وحزب آخر لسنة في هذا الظرف العصيب في كركوك. صح أن الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني يتحدثون عن 5 مقاعد، ونحن كجبهة التركمانية العراقية لدينا مقعدين، لكن في نفس الوقت أنا أقول لدينا تحفظات حتى على سجل الناخبين في كركوك. أنا لا أريد الخوض في ذلك الموضوع، لكننا حاليا لدينا نتيجة مستخرجة من الانتخابات. نرى أن الحل الوحيد هو اتفاق الكتل السياسية التركمانية والعربية والكردية، ونحن مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات لحل يرضي جميع الكتل السياسية، ونحن مع تشكيل حكومة محلية تضم جميع الكتل السياسية، ولسنا مع تهميش أي حزب أو طرف خارج هذا المعادلة. لأن الشارع الكركوكي أنا دائما أؤكد من الممكن أن يكون هناك خلافات في الوجهات النظر السياسية، الاتحاد الوطني أو الجبهة التركمانية أو حزب الديمقراط أو الأطراف العربية، لكن المواطنين في كركوك متعايشين. المواطن الكركوكي سواء كان كرديا عربيا تركمانيا ينتظر خدمات الماء، خدمات الكهرباء، خدمات التبليط، تحسين الجانب الصحي، الجانب الأمني. هذه المواطن ينتظرها من جميع الكتل السياسية الفائزة. فهذه الخلافات والاختلافات في وجهة النظر أنا أراها عكسها على الشارع غير صحيح. لكن أنا أؤيد ما طرحه السيد النائب، وأنا أطالب وأوصي القيادة في الاتحاد الوطني، وهو المضي في توصيات المرحوم مام جلال، دائما يؤكد على دعم الشعب التركماني، وكان دائما هو عراب
فكرة الإدارة المشتركة والنسبة 32% بين القوميات. ونحن أنا وبدوري. نعم سيد قحطان، عذرا المقاطعة في نقطة، هل تحدث بها سيد جمال شكور حول ممكن أن تكون هناك تحالفات خارج الاتحاد الوطني الكردستاني؟ هل ممكن تشكيل حكومة محلية في محافظة كركوك دون الاتحاد الوطني الكردستاني؟ يعني هناك فترة قانونية لمدة شهر بعد أول اجتماع يتحتم على الكتل السياسية تشكيل حكومة محلية خلال شهر، وسيكون بكل تأكيد هناك تشاور. أنا أؤكد أنا مع فكرة، والجبهة التركمانية بكل تأكيد مع فكرة تمثيل الجميع في هذه الحكومة المحلية، لكن إن تعذر ذلك فالقانون سيتحتم على جميع الأطراف بتشكيل حكومة عند جمع نصف زائد واحد. هذا قانونيا مجاز لجميع الكتل السياسية، لكن الاتحاد الوطني لديه 5 مقاعد، ولا يوجد أي نية من أي طرف لإبعاد الاتحاد الوطني. إن كانت هناك في الجلسة الأولى آراء أو أحاديث أو أفكار تم طرحها بشكل جانبي، لكن لم يكن هناك لأي جهة كانت، ونحن كجبهة تركمانية العراقية، بالخوض بتشكيل أي حكومة أو أي مجلس بعيدا عن الاتحاد الوطني. نعم سيد جمال، لماذا رفض فكرة تدوير منصب المحافظ؟ لماذا لا يتم تدوير منصب محافظ كركوك ما بين العرب والتركمان والكرد، وبالتالي تحل هذه الإشكالية؟ طبعا كل المسائل قابلة للحلول. نعم. يعني نحن لا يوجد لدينا تحفظ أي على تدوير المناصب، لكن بالحوارات يعني نقدر نتفق، نقدر نوصل إلى حل بأنه يعني أنا أجيب مثال. يعني في الدورة السابقة لمجلس محافظة كركوك قائمة التراخي كان 26 عضو مجلس كان عندنا من مجموع 41. فإحنا يعني فضلنا السيد حسن توران على رئيس المجلس وصوتنا له، وطبعا حسن توران شخصية وطنية، شخصية محبوبة بكركوك فنعتز به. يعني هاي خطواتنا، يعني هاي خطوات الاتحاد الوطني، هاي نية الاتحاد الوطني. يعني بمجال يوجد مجال بأن يتم الحوار على تدوير المحافظ بين مكونات كركوك، لكن ليست بغير طريقة. يعني فيعني أنا أريد أقول يعني قبل بدء الجلسة، قبل بدء الجلسة بمدة كان أكو أيضا مؤامرة على الاتحاد الوطني الكردستاني بتدوير منصب المحافظ بعيدا عن الاتحاد الوطني الكردستاني. فهذه نحن نخشى من هذه المحاولات اللي تصير. يعني احنا نريد يعني في النهاية أهل الكركوك هم يقومون بتشكيل إدارة كركوك، يعني الحل بيناتنا وليس في مكان آخر. يعني مشكورا السيد رئيس الوزراء تدخل. لماذا تدخل؟ لأن نحن لم توصلنا إلى حل لعقد جلسة مجلس المحافظة ولتوزيع المناصب، فنحن نحتاج يعني مساعدات الجهات الأخرى في بغداد وكذلك، لكن بالأخص الموضوع بكركوك. يعني نحن نقدر مع جميع الكتل وجميع المكونات كركوك بحوار على طاولة نقدر نوصل إلى حل. يعني لم نتوجه إلى غير الطريقة لتهميش أي مكون. فنحن يعني عندنا تحفظ على تهميش أي مكون في كركوك، وبالأخص التركمان والعرب أيضا. يعني نحن يعني في الأخير نحن كعائلة واحدة، نحن نعيش في مدينة واحدة. محافظة كركوك محافظة تعدد القوميات. يعني نحن مثل ما تفضل به أستاذ قحطان، يعني لا يوجد مشاكل بين الكردي والعربي والتركماني في داخل كركوك. يوجد علاقات اجتماعية، يوجد علاقات تجارية، ويعني هاي لا يوجد أي مشاكل بين مكونات كركوك. فنحن كالأحزاب السياسية المفروض نتطور هذه العلاقات، يعني حل مشاكلنا في داخل كركوك بين ممثلي المواطنين. يعني الأحزاب السياسية هم ممثلي المكونات في كركوك. نعم، والحل يكمن في محافظة في داخل كركوك. نعم. وليس في خارج كركوك أو وخاصة خارج العراق. يعني أنا ما أتهم أي جهة، لكن بعد جلسة مجلس المحافظة توجه بعض أعضاء المجلس
أنا ما أقول التركمان يعني لا تأخذ على نفسك، بقية راحوا على غير الدولة. يعني الحل في داخل كركوك وليس في الدول المجاورة أو في مكان آخر. يعني إذا احنا نقدر نتوصل إلى حل، حتى بغداد ما عنده مشكلة وليس لا يتدخل في أمور كركوك، لكن إذا ما وصلنا إلى حل يمكن أن نعتمد على بغداد أو نعتمد على حكومة بغداد في حل مشاكلنا أفضل من الحل الخارجي. أفضل، نعم. نعم. أنا أفضل، يعني هاي حقيقة وليس أنا أفضل. نعم. يعني هاي حقيقة. نعم. واقعية في كركوك. نعم. خلينا أنتقل بالتساؤل، أو دائما ما هناك اتهامات سيد قحطان، لنكن واقعيين وصريحين، للجبهة التركمانية العراقية. هناك دعم من الجانب التركي للجبهة التركمانية، هناك أجندات تركية تطبقها على أرض الواقع الجبهة التركمانية العراقية. الأفكار السياسية التي تحملها الجبهة التركمانية هي أفكار تركية، وهذه الاتهامات يعني واضحة وصريحة ليست بجديدة. تعليقك على هذا الجانب؟ يعني أولا تعقيبا على حديث النائب أستاذ جمال، أؤكد على كلامك أن المقترح التركماني هو مقترحا تركمانيا صرفا. نعم. وأيضا أؤكد نعم هناك دعم من الجانب التركي لكافة المكونات في العراق. الدولة التركية وقفت مع تفجيرات بغداد والموصل ودهوك، وأيضا نحن كقومية تركمانية بكل تأكيد هناك دعم سياسي للحقوق القومية في العراق، وليس في نقطة ما أو في موضوع ما. نحن أيضا هل نستطيع إنكار أن هناك مثلا الأخوة الكرد لديهم دعم من الجهات الخارجية كمشروع؟ هناك دعم للأحزاب السنية مثلا من دول الخليج، أو للأحزاب الشيعية مثلا من إيران أو بقية الدول. هل نستطيع إنكار نحن كشعب عراقي مثلا الدور الأمريكي في العراق أو دور بقية الدول؟ لا أريد أن أعدها واحدة تلو الأخرى. نحن كقومية تركمانية مشكور الدولة التركية تدعمنا سياسيا في العراق، لكن القرارات التي نتخذها هي قيادات تركمانية صرفة. وأنا أتعجب مثلا عندما يطالب التركمان بأن يطالب التركمان فكرة مام جلال مثلا، المرحوم مام جلال. فكرة مام جلال هل كانت تركيا مثلا؟ هل المرحوم مام جلال كان في خط مع الأجندة التركية مثلا؟ التركمان يطالبون بإدارة مشتركة. ما هي دور تركيا في هذا الموضوع؟ ما هو؟ التركمان يقولون نحن قومية ثالثة في العراق وقومية رئيسية في كركوك، لنا الحق بالمطالبة بمنصب المحافظ حتى لو كانت لمدة سنة. ما دور تركيا في هذا الموضوع؟ هذه الاتهامات لن تجدي نفعا. بعض الأطراف السياسية للأسف الشديد يريد يهدف من هذه الاتهامات لإضعاف الثقل السياسي التركماني وإضعاف وطنية التركمان في هذا البلد. التركمان قومية ثالثة، ضحوا من أجل العراق، ضحوا من أجل كركوك، ومتعايشين مع أخوتهم. والأفكار والمقترحات التركمانية التي طالبنا بها ونطالب بها أمام الملأ هي ليست بشيء مستحيل. فعندما يطالب العربي بمنصب المحافظ، هل هو أجندة لجهة ما؟ أم الأخوة في الجانب الكردي عندما يطالبون بمنصب المحافظة هل هم أجندة لجهة ما؟ نحن أيضا كتركمان نطالب بهذا المنصب. لدينا علاقات سياسية وثقافية واجتماعية يربطنا روابط اللغة. نعم لا ننكر هذا، لكن في الاتجاه السياسي والأفكار السياسية لا يوجد ما يمنعنا من التقارب مع أي طرف. نعم. سيد جمال، بصراحة هل ممكن أن يذهب الاتحاد الوطني الكردستاني مع إدارة محافظة كركوك أو مجلس محافظة كركوك ويكون المنصب من خارج الاتحاد الوطني الكردستاني لحل تلك الأزمة، أو قد يكون محافظ مستقل عن بقية الكتل مدعوم من بغداد لحل أزمة كركوك؟ طبعا تفضل به الأخ قحطان، يعني احنا ليس لدينا تحفظ بالعلاقة مع تركيا. نحن أيضا كاتحاد الوطني لدينا علاقة مع تركيا، يعني هاي العلاقات ضرورية،
لكن أنا ما أتهم فقط المكون التركماني بأنه لهم علاقة مع تركيا، يعني بقية المكونات يعني يوجد يعني أحزاب أخرى أيضا يعني توجهوا، يعني نحن نخشى من هاي المؤامرة بصراحة. فكل شيء قابل للحل، كل شيء قابل بالحوار للحل. يعني نحن لدينا قيادات في الاتحاد الوطني الكردستاني وكذلك الجبهة التركمانية والمكون العربي أيضا، أحزاب المكون العربي والمسيحي. فخلال هاي الشهر يعني تركيزنا راح يكون على الحوارات. يعني نحن يعني تقريبا بالبدايه ومثل ما تفضل باخ، هاي وصيه امام جلال، احنا نحافظ على التركمان ونحافظ على العرب، يعني بقيه القوميات والمذاهب في كركوك، وان تكون لدينا علاقه جيده مع جميعهم بدون استثناء. لكن الجبهه التركمانيه ايضا يعني هو قال الاتحاد الوطني، يعني نحن ما غلقنا الابواب للحوارات، لدينا نريد نأمل بأن يتم العلاقة جيدة مع الجبهة التركمانية خلال هاي الأشهر ونتوصل إلى الحل، لكن بالحوار وليس بغير طريقة. ف يعني لا يمكن تهميش الأصوات الاتحاد الوطني في كركوك، لأن المواطنين ينتظرون تقديم الخدمات. يعني هم صوتوا على كتلة سياسية يعني في كل العالم، يعني الكتلة اللي فائزة هو لديها حق في المناصب العليا، مع هذا قابل للحوار. مع هذا نحن ليس لدينا أي تحفظ بخصوص المكون التركماني والعربي، وخاص بالأخص التركماني. يعني نحن نعرف التركمان أيضا تعرض إلى اضطهاد وإلى ضغط في الحكومة السابقة مع الكرد، يعني بجانب الكرد وبعض العرب أيضا. هاي الظواهر احنا ما ننساها. كاتحاد الوطني ابوابنا مفتوحه للحوارات مع جميع الكتل السياسيه، ونامل ان يتوجهون كذلك الجبهه التركمانيه. يعني انا ما اقول يعني الجبهه التركمانيه علاقتها مغلقه مع الاتحاد، لكن علاقتهم مع بقيه الكتل اشوف توجههم يعني اكثر الى مكون العربي او كتل الحزب الديمقراطي أكثر من الاتحاد. فأريد الأسباب سيد جمال. الأسباب نحن يعني لدينا تحفظ ولدينا معلومات بأنه يوجد أجندات خارجية. يعني هذا ما أتهم المكون التركماني، بقية الكتل أيضا يعني يوجد توجهات خارجية بتشكيل إدارة كركوك بعيدا عن الاتحاد الوطني الكردستاني. فهذا لا يمكن. يعني الاتحاد الوطني الكردستاني نحن لدينا شعبية في كركوك ولدينا نفوذنا في كركوك، فالمفروض يأخذون بنظر الاعتبار. يعني أنا من هاي المنبر أطالب المكون التركماني والمكون العربي وبقية الكتل السياسية أن يقوم بحل تشكيل مجلس محافظة أو إدارة كركوك بالحوار وبالتوافق مع جميع الكتل السياسية، وإن شاء الله يعني بمجال يعني نحن ليس لدينا أي تحفظ على المكون التركماني بأن يأخذ سنة أو لكن بالحوار. نعم، كل شيء بالحوار نعم. والمفاوضات والاستحقاق الانتخابي وما أفرزته الانتخابات. نعم. سيد قحطان، يعني أشار إلى نقطة مهمة سيد جمال من خلال الحديث، وهي يعني عنصر قد يكون هناك بعض المؤامرة أو الالتفاف أو محاولة لعقد الجبهة التركمانية مع العرب مع الأحزاب الأخرى لتشكيل الحكومة دون الاتحاد الوطني الكردستاني الذي هو لديه أعلى الأصوات في محافظة كركوك، وهو كان الفائز الأول في محافظة كركوك. فبالتالي هناك تحفظ من الاتحاد الوطني الكردستاني على الجبهة التركمانية. لماذا ذهبت إلى بقية القوائم لم تأتي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني؟ وقد عندما تأتي الاتحاد الوطني الكردستاني تكون لها منصب مثلا رئيس مجلس محافظة أو يكون لها مناصب أخرى. لم يأتي من فراغ تحفظ الاتحاد الوطني الكردستاني للجبهة التركمانية، ولكن تشعر بأن هناك أجندات خارجية أو نوع من المؤامرة للجبهة التركمانية مع بقية الأحزاب. يعني هذا موضوع الأجندات الخارجية بعيدة جدا. يعني الإصرار والتحدث بها كثيرا في الإعلام أنا كوجهة نظري غير صحيحة. نعم. الآراء هي عراقية وكركوكية. الآن الاجتماعات تدار من قبل السيد رئيس وزراء العراق السيد السوداني. الجبهة التركمانية بقيادة السيد حسن طوران كان له لقاءات و جلسات تشاورية مع قيادات الاتحاد الوطني، كان هناك مباحثات واتصالات.
نحن كجبهة تركمانية العراقية استقبلنا وفد من الحزب الديمقراطي والكتل السياسية العربية، جاءوا زيارات للجبهة التركمانية، لكن أي وفد من الاتحاد الوطني بعد المبادرة التركمانية لم تأتي بأي شكل من الأشكال للجبهة التركمانية. نحن نتحدث عن هذا، لكننا أيضا نؤكد لا يوجد لدينا أي تصريح أو أي موقف أو أي اجتماع تحدثنا بها أو طرحنا فكرة بتشكيل حكومة دون الاتحاد الوطني الكردستاني. نحن ليس لدينا هذه الفكرة، نحن مع مشاركة الجميع في هذا الفكرة، لكن الاعتراض هو يعني واضح جدا. الاجتماعات كانت في ائتلاف إدارة كركوك، الفكرة التركمانية واضحة، هي أن يكون التناوب بين القوميات الثلاثة. عندما نطرح قومية لم نطرح حزب، نحن مثلا المكون الكردي هناك فائزين من الاتحاد الوطني، هناك فائزين من الحزب الديمقراطي، وحسب علمي كانت لديهم عدد من الاجتماعات واللقاءات للتوصل إلى فكرة موحدة. الأخوة الكرد هم يتفقون فيما بينهم على شخصية لمنصب المحافظ. التركمان لديهم أعضاء وأحزاب تركمانية هم يتفقون على مشروع. الفائزين من الأخوة العرب هم من كتل متعددة وأحزاب متفرقة، هم مشكلتهم 6 أعضاء يتفقون على شخصية واحدة. بصراحة عذرا للمداخلة سيد قحطان، لو لم يكن منصب المحافظ للقومية التركمانية، الطموح الآخر رئيس مجلس يعني رقم 1 خطة رقم 2 أو الطموح؟ نحن لا نقبل بفيتو لتسليم التركمان منصب المحافظ. لماذا نحن نبعد من هذا المنصب؟ نحن تحدث الأستاذ جمال عن المظالم اللي شهدها التركمان قبل 2003، وأنا أقول نحن بعد 2003 أيضا مستمرين بتهميش التركمان، بعيدين عن الحكومة المحلية، بعيدين عن الحكومة في بغداد، بعيدين عن المناصب. الأراضي التركمان للفلاحين التركمان لم ترجع، مستبعدين من كافة أنواع الإدارة في كركوك. نحن الظلم مستمر على التركمان لحد الآن، ولكننا مصرين على أن يكون منصب التناوب بين القوميات الثلاثة في هذه المرحلة. في لقاءات عديدة، مثلا كاك بابل عندما زار الجبهة التركمانية في بغداد والتقى بالسيد حسن توران كان دعمه واضحا للتركمان، وأكد بأنه مع دعم ومساندة التركمان في جميع مطالبها. والقيادات في اليكتي عندما زارت، وأنا كنت من الوفود الذي استقبل القيادات قبل تشكيل الحكومة قبل الانتخابات، أكدوا بأنهم على مسافة جيدة مع التركمان، وهم مستعدين لإعطاء ورقة بيضاء للتركمان حول المطالب التي يطالبونها. وأيضا الأخوة في الاتحاد الوطني يشتكون من سوء الإدارة العربية لهذا الملف وتعريب كركوك وملفات الفساد في مشاريع. هذه النقاط ما تحدث عنه هو القيادة في الاتحاد الوطني، لكن في نفس الوقت عتبنا نتحدث عنها بشكل واضح. عتبنا هو في الاجتماع الأخير لائتلاف إدارة كركوك، الأخوة في الممثلين في الاتحاد الوطني أكدوا بأنهم يوافقون على تقاسم منصب المحافظ، لكن مع العرب فقط دون التركمان. بكل تأكيد سيكون للتركمان وجهة نظر حول هذا الرأي. لماذا نحن نستبعد من هذا الموضوع؟ لماذا تتفقون مع مكون دون آخر؟ لكن مشكور يعني تجاوب الأستاذ جمال وطروحاته جميلة. إن كان اللقاءات والاجتماعات والحوارات سوف تجدي نفعا، فلما لا يكون هذا الشهر وسيلة لإعادة الثقة وإعادة بناء المكونات. بصراحة حول هذه النقطة سيد قحطان، هناك تقارب من قبل التركمان مع العرب، كون قد يكون هناك تأثير تركي أن يجمع الطرفين دون الاتحاد الوطني. لا يوجد أي تأثير تركي، لكن هناك فكرة مقترح تركماني. إن كان الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني يوافقون على هذا المقترح، بكل تأكيد سيكون هناك تقارب بين الجبهة التركمانية والأخوة في الاتحاد الوطني. لكن هذه الفكرة حاليا أغلبية الأخوة في المكون العربي أيدوا هذا الفكرة، الأخوة في الحزب الديمقراطي أيدوا هذا الفكرة، لكن هذا موضوع ليس تحالف بين الجبهة التركمانية أو تقارب مع حزب دون آخر. ننتظر نفس هذا التقارب من الأخوة في الاتحاد الوطني. بكل تأكيد سيكون المسافات متساوية مع جميع الكتل السياسية. الوضع الحساس في كركوك
ما الضير عندما يمنح المنصب المحافظ سنتين للمكون الكردي وسنتين للمكون العربي؟ ما الضير إن كانت سنة و6 أشهر وتم منح 6 أشهر من كل طرف للمكون التركماني؟ ما هي المشكلة؟ التركمان ليس لديهم نية أو ليس لديهم غالبية التركمان في بقية المحافظات لكي نقوم بتتريك المحافظة، ولا يوجد لدينا أي نية سيئة في اتجاه ملف كركوك. التركمان هم من القوميات الرئيسية في كركوك، وهم يعملون على خدمة محافظتهم، أبناء محافظتهم. نحن مكون مغبونين في كركوك وفي العراق، سواء كانت قبل 2003 وبعد 2003. نعم سيد جمال، أيضا نرجع إلى نفس النقطة الرئيسية وهي تدوير المحافظ. لا يوجد تحفظ إذا تدوير المحافظ، خاصة هذه النقطة عند الجبهة التركمانية هي نقطة أساسية بعدم موافقة الاتحاد الوطني الكردستاني لتدوير المنصب مع التركمان، أيضا فقط مع العرب. طبعا أنا لم ألاحظ أي تصريحات من قبل المكونات الأخرى بأنه هم يقترحون بأن يكون المنصب المحافظ للمكون التركماني، لا من المكون العربي ولا من الحزب الديمقراطي وبقية المكونات. صحيح، يعني أنا ألوم، يعني عندي لوم بين الأحباب. مثلا ألوم الجبهة التركمانية. احنا في كل المناسبات في تأسيس الجبهة التركمانية نزور مقر الجبهة التركمانية ونزور السيد حسن طوران وبقية المقرات لهم، فأنا لحد الآن لم ألاحظ أي زيارة للجبهة التركمانية. أنا في البداية ذكرت نحتاج إلى حوارات بناءة بين مكونات كركوك. يعني إذا لا يوجد حوارات كيف تعرفون بأنه الاتحاد الوطني لديه تحفظ؟ فيمكن كل شيء قابل للحل. نعم، إذا كان هناك محافظ مدعوم من بغداد لحل أزمة كركوك، هل الاتحاد الوطني يقبل بهكذا منصب على حساب استحقاقه الانتخابي باعتباره هو الفائز الأول في كركوك؟ أنا في البداية حديثي ذكرت المفروض يتم الحل في كركوك، داخل كركوك. إذا ما انحل داخل كركوك فيمكن التوجه إلى بغداد وبالحوارات وبالاستماعات مع رئيس الوزراء. فأكو نقطة أخرى أنا أعيدها، يعني الأخ ذكرها، يعني نحن لدينا مع التركمان مشتركات كثيرة. مثلا أراضي زراعية نحن نعم. عندنا مشتركات معهم. قضية نزوح العوائل النازحة إلى كركوك، يعني هاي مشكلة كبيرة، نحن مشتركين. يعني في أكثرية المشاكل لكركوك نحن مشتركين مع التركمان. فأنا أتعجب يعني لماذا لم يتم التقارب بين الجبهة التركمانية والاتحاد الوطني. نحن نعم سيد جمال، متفائل جنابك في حل مشكلة كركوك. هل ستحل مشكلة كركوك ضمن الفترة الزمنية القادمة؟ الحل بين مكونات كركوك، إذا كان يوجد حوارات مستمرة ويوجد نية صافية من قبل الكتل السياسية في كركوك فيمكن الوصول إلى حل. لكن إذا لم يتم الحوار خلال هذه الشهر، يعني احنا نهاية الشهر تخلص المدة، فالمفروض يتم استماع في هذه المدة ويتم تشكيل إدارة كركوك. فأقترح للكتل السياسية بالاستماعات المستمرة خلال هذه الشهر بين جميع المكونات، بين جميع الأحزاب السياسية للوصول إلى حل يتفق ويرضى به جميع مكونات كركوك. نعم، هناك شخصيات أو أسامي معينة لديكم تحفظ عليها أو ممكن أن تطرحوها لدى الكتل الأخرى؟ الاتحاد الوطني هل لديه شخصيات معينة لتولي منصب المحافظ مع الكتل لحد هذه اللحظة الاتحاد الوطني الكردستاني لم يقترح أي اسم لمنصب المحافظ. نحن ننتظر بأن نتوصل إلى حل مناسب مع بقية الكتل السياسية، وفي وقته نحن نقوم بترشيح مرشح، والمرشح أكيد إذا أكو اتفاق بيناتنا راح يكون باتفاق جميع الأطراف. لكن نحن كاتحاد الوطني نفضل أن يكون المحافظ من الاتحاد الوطني وبترضية جميع المكونات نعم. السياسية موجود في كركوك. نعم، أكد على الحل في محافظة كركوك. هناك تحفظ لبعض الأسامي في محافظة كركوك أو لدى الجبهة التركمانية سواء من العرب، سواء قد يكون إعادة ترشيح السيد راكان الجبوري، أم هناك بعض الشخصيات لدى الاتحاد الوطني الكردستاني لزجها في منصب المحافظ في كركوك. هل لدى الجبهة التركمانية تحفظ على أسامي معينة؟ هل الجبهة التركمانية لديها اسم معين لمنصب المحافظ إذا كان هناك تدوير لمناصب المحافظ في كركوك؟ لحد الآن لم نطرح أي أسامي. الموضوع هو حاليا كيفية تشكيل بنية الحكومة المحلية.
الأسامي بكل تأكيد سيكون من جميع الكتل السياسية شخصيات كركوكية، شخصيات من خارج كركوك لن تقبلوا من خارج كركوك. يعني بكل تأكيد أهل كركوك يستحقون من يمثلهم من أهالي كركوك، هذا هو الاتجاه الصحيح. لكن المشكلة حاليا ليست في الأسامي، من كافة الكتل السياسية لا يوجد موضوع مشكلة الأسامي، موضوع هو كيفية تشكيل الحكومة المحلية. هناك حاليا فكرتين تم التركيز عليها، فكرة مدعومة من الجبهة التركمانية العراقية ولها مقبولية من الكل، وهي تدوير المناصب. نعم، وهناك فكرة من الأخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو أن يكون التناوب بين قوميتين فقط. نعم. متفائل جنابك ممكن الفترة الزمنية كافية؟ متفائل لو راح نروح الغير خيار؟ بكل تأكيد متفائل، لأن أهالي كركوك يستحقون من جميع الكتل السياسية التضحية في هذه الفترة العصيبة. هذه الفترة هو فترة تجريبية لإعادة الثقة بين الكتل السياسية الفائزة في كركوك. نحن كجبهة التركمانية العراقية نعم. نؤكد ونطالب بأن نشكل حكومة تضم جميع الكتل نعم. السياسية. إذا عندك تعليق في 30 ثانية سيد جمال. طبعا احنا نقدر، يعني المفروض كل الكتل السياسية نقدر الموقف الوطني والكركوكي لكل مواطني كركوك، فهم اللي مصوتين ينتظرون الآن الثمار اللي صوتوا عليه. فنريد يعني هم يريدون تقديم الخدمات، تقديم الخدمات الصحية، وكذلك توفير الأمن والأمان للمواطنين وما إلى ذلك. فنحن نأمل بأن يتم التوافق بين الكتل السياسية وتشكيل إدارة كركوك بأسرع وقت ممكن، حفاظا على أو تقديرا لمواقف الوطنية لأهل الكركوك. نعم. أشكرك جزيل الشكر السيد جمال شكور، نائب سابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني، كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج بصراحة. أيضا الشكر موصول للسيد قحطان الونداوي مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية العراقية، ضيفا عزيزا علينا في برنامج بصراحة. أيضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول إليكم. وتبقى أزمة محافظة كركوك أو الإدارة المحلية في محافظة كركوك بعد نتائج الانتخابات مستمرة، على أمل أن تظهر النتائج أو الحلول خلال المدة الزمنية التي هي 30 يوما بعد عقد الجلسة يوم الخميس الماضي، لكي نشهد حكومة محلية وإدارة محلية في محافظة كركوك ينتظرها الشارع الكركوكي. مستمرون معكم في برنامج بصراحة وجميع المواضيع التي تمس الشارع في كركوك وعموم العراق. تحياتي وتحيات فريق العمل، انتظرونا في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.